حملة غضب الفرات لتحرير مدينة الرقة تتقدم بسواعد أبناء مدينتها. مقاتلون من العشائر العربية من مدينة الرقة يقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ضمن الحملة التي أعلنت عنها مؤخرا لتحرير مدينة الرقة بعد أن هجروا من مدينتهم لسنوات على أيدي إرهابي داعش اليوم، وقد تاحت لهم الفرصة ليكونوا في الخطوط الأمامية لدحر تلك القوى الظلامية وتخليص أهلهم وأرضهم. القرآن عندنا الإسلام مو هجتنا، هم حرفوا دين الإسلام ودخلهم يضحكون على المدنيين باسم دين الإسلام. هذا الشيء هذا المدنيين لازم يعرفونه. جاي يذبحون المدنيين، هلا المدنيين احنا جاي نطلعهم، هلا طلعناهم. فاتت سيارة مفخخة بنص المدنيين، قتلهم المدنيين هم بسيارات مفخخة، احنا طلعناهم ولن نسمح بحدا يدنس هذه الأرض الطاهرة. هي أرضنا سوريا، الله حاميها بإذن الله. احنا ما نسمح لحدا يجي يدنس من برا، يجينا من الكويت أو من السعودية أو من قطر، يجي ينطينا. احنا أهل البلد، احنا البلد هذا احنا لازم احنا ندافع عنه. بعدهم عن مدينتهم وظلم داعش لم تستطع أن تمحي ذكرياتهم في أزقة تلك المدينة، وحلم العودة لديارهم كان كل همهم. هنا يروي هذا المقاتل بعض من المعاناة التي عاشوها وذاقوها من هذا التنظيم الإرهابي، وكيف استغل داعش الدين لترهيب الناس وهم من الدين براء. لي بيت بالرقة موجود هسه بشارع باسل، يعني لي رفقات، لي مدارس عشت بيها، يعني ابتدائية، إعدادية، ثانوية، يعني قعدت بيها أيام، يعني أيام حلوة تقريبا من 89 لل 2013، يعني قاعد بمحافظة الرقة. يعني أعرفها حارة شارع، وبكل منطقة لي أصدقاء ومعارف وقرايب، يعني عشت أحلى أيام. بس للأسف جانا شيء يعني جرثومة باسم الدين، بحجة الدين سووا بينا كل شيء بمنطقة هنا اسمها الهوتة، يعني زتم بيها، يعني لو أقول لك من عشائرنا زتم بيها بلاوي، بي ناس حد الآن ما أعرف أسماء نعد لك إياهم، عندك زي من النومان 2 3، يعني قرايبنا من العشيرة البدو حصرا زتم بيها خير الله ناس، واختفت يعني ناس كثيرة. وجدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي شرد وطرد الآلاف من سكان مدينة الرقة بعد الاستيلاء عليها في سنة 2013 تحت أحكام وأعراف لم تعرفها البشرية قط.